عسلامة عسلامة، شنيا أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عملت بقلاوة تركية وبقلاوة تونسية. سامحوني. حبيت نشاركها معاكم، إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. استحقيت خذيت باش نعمل أول حاجة الشحور، باش نخليه يبرد في راحته. استحقيت 500 مليلتر ماء، نصف لتر. واستحقيت 600 جرام سكر، ومغرفتين كبار كي قارص. بالنسبة للشحور نحط السكر، وحطيت الماء لين يتغمس السكر الكل، ونخليه على راحته وما نحركوش. فبدا يغلي نحط القارص نتاعي، نزيدو كيف ما نقولوا 5 دقائق ونطفي عليه. هذايا الشحور، ما نجربش الريسيت غير هذيا، نجربته برشا مرات وينجح معايا كان بالطريقة هذه. وتحس اللون تبدل، طفي كهو، طفي الغاز، ما تخليهوش لين يعقد برشا، خاطر هو كي يبرد يولي عاقد بطبيعته. اوكي، انا نخليه سائل شويه. شنو احوالكم انتم؟ بديتوا في تحضيرات العيد ولا لا؟ رمضان تعدى ما شاء الله، خفيف ظريف، تعدى الفلف. توا بدينا تحضيرات العيد عادة، اللي يشري في الحوايج بيان سور، واللي يشري واللي يعمل في الحلو يحل، هذيك عاداتنا التونسية. باهي بالنسبة استحقيت رطل لوز، رطل بوفريوة، ورطل فستق. ذينا اللي نحبهم حطيتهم في البقلاوة متاعي. اللي يحب يستعمل الكاكاوية، اللي يحب يتخلى على اللوز، لا شوية رجع لكم. انا كيما قلت لكم مش نعمل نوعي. بعد ما عرجتهم مليح حطيتهم الكل، كل واحد باش نرحي. هروشتهم راهو، ما رحيتش على الاخر، هروشتهم شويه. نحب تقعد كي ناكل كعبة البقلاوة، نحب نستطعم الفاكهة. استكفيت ب20 جرام سكر محور، خاطر الشحور حلو بطبيعته. السكر المحور يعني تحبوا تستغنوا عليه تستغنوا. انا حبيتها حلوة شوية. الفستق بالذات استحقيت 150 جرام زبدة وماء زهر. تنجم كان عندك ماء ورد كيف كيف، انا كان متوفر عندي ماء زهر. واستعملت البات فيلو، هذه اول مرة نجربها، جاتني حلوة مش خايبة. بالنسبة للفستق انا زدته شوية كيف ما قلت لكم سكر. ما بالنسبة للوز والبفريوة راني ما نزيدش. الفستق نحبه زايد شوية، زايد حلاوة. وبالنسبة للشحور اللي طيبته المرة الأولى راهو بتاع بلاتو واحد،
يعني مش متاع دو بلاتو. انا عملت بلاتو خاطر من الاول ماشي في بالي باش نعمل بلاتو، من قلت خليني نكمل فرد مرة هي واقفة في الكوجينة، وليت عاودت عملت شحور واحد اخر، اما كثرت من ورا وشوي خاطر البلاتو الثاني عملته كبير. يعني الشحور هذاك حبيت نفهمكم يعني متاع بلاتو واحد. بالنسبة للبلاتو خديته 30 على 30. اول حاجة ندهن البلاتو متاعي، ندهنه مليح بالزبدة، وبعد نبدا نحط البات متاعي بالورقة بالورقة. بالنسبة للطاق الاولى عملت 8 اوراق، يعني 8 وحدين، كل ما بين ورقة نحط الزبدة، وبعد نحطيت الحشو متاعي ننزل عليه مليح ونزيد ال8 الفوقانيين من الفوق. انا بالنسبه للبلاتو هذا الزبده كان لاحظت اللون متاعها، انا استعملت زبده نسيت الاسم متاعها، ما من البلاد الشقيقه الجزائر، نقدم لهم تحيه برشا يتفرجوا فيا من الجزائر. استعملت الزبده هذه. بالنسبه بالمقارنه بالزبده متاعنا البلاتو هذا تو تشوفوا الكولور جتني عاتيه على البيوذيه، يعني بنينه جربتها وجتني عاتشة على البيوذية شوية، يعني بالنسبة ككولور متاع بقلاوة راني نحكي، يعني بالنسبة للأنواع متاع الزبدة فيهم أنواع. وبالنسبة للبلاتو الثاني استعملت الزبدة العادية متاعنا كزبدة حيوانية، تنحولها نقولوا نحنا الكشكوشة البيضة وتستعملوها. إن شاء الله نكون وضحت لكم بالكدا.
كما قاعدين تشوفوا نفرق الفاكهة متاعي كلها على البلاطو، ننزل عليها مليح، وبعد نحط الورقة الأخرى. بالنسبة كيف قبل ما نحط الورقة لازمني ندهنها بالزبدة باش تلصق الزبدة على الفاكهة، وبعد نقلبها الورقة، يعني نشد الورقة متاعي نعملها بالزبدة ونحطها على الفاكهة باش تلصق بالكدا، وبعد نعاود نعمل الزبدة. بالنسبة للطبق باش نعطيكم السلبي والإيجابي. الطبق هذا بالنسبة نقولوا الباهي نتاع عائلة صغيرة، تنجم اشتهيت باش تعمل في سر الأيام اشتهيت باش تعمل بقلاوة، يساعدك بلاطو صغير شوية فاكهة يساعدك باش تعمل بقلاوة باهية. بالنسبة للحاجة اللي ما عجبتنيش في الطبق هذا بالذات، أنا ماخذته من عزيزة، الحقيقة ما نحبش نسمي أما كمان برشا تعرف اللي الطبق هذاك يتباع فيه عزيزة. أنا ما عجبنيش في حاجة كي حطيت الشحور متاعي، بالرغم اني شفته كيفاش انا عامله الورق كلها، يعني البلاطو كله يعني مغطي الكل بالورق، كي حطيت الشحور قاعد يهبط لي من باختي معينه، قاعد الشحور قاعد يهبط. جست حبيت نفيقكم في الحاجه هذه، شوفوا كان تحبوا تتصرفوا ثم عندكم حكايه ولا ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا ما عجبنيش، يعني كي حطيت الشحوره هبط لي من شيرة، ما نعرفش علاش هبط لي، بالرغم اني قبل ما نشري راني ثبت فيه بالكدا، ما كي صبيت الشحور ثم باختي هبط لي منها الشحور برشا، يعني بقيت نصب وهو قاعد يتبزع على الشحور. ان شاء الله قاعدين تاخذوا في الافاده مني، وان شاء الله الفيديو بيان سور يعجبكم، ونحب نذكركم كان عجبكم تعملوا لي ابوني، يعطيكم الف صحه، وتابعوا الفيديو للاخر بقدره ربي يعجبكم. وبقلاوه ساهله ماهله اسهل منها ما ثماش. المره هذه عملناها بات حاضره، مره جايه بقدره ربي كان عندنا الوقت بيان سور نعملوها بات نحنا محضرينها بداياتنا، اسهل منها ما ثماش، غير الوقت سبحان الله، واحد جارية خدمة يروح طيب الوقت ما ثماش، هذيك هو الوقت اللي عايشين فيه. لف لف ان شاء الله مرة جاية نوريكم كيفاش تحضروها البات، خاطر اسهل منها ما ثماش. شفتوا انا كيفاش لنا البات خذيتها لنا عملتها بالزبدة، وبعدها الطول باش نحطها على الفاكهة باش تلصق مليح. ان شاء الله ما طولتش عليكم خاطرني قاعده نفسر لكم بالكدا. لأن جبت سكينة ماضية وحبيت نقص شوية الكل في الأحراف،
قبل ما تدخل للفور. وبيان سور نقصها دوكوب صغار على حسب الترونش اللي حاجتكم بيهم. ومش بعد كي نخرجها طول نحط نشحرها. حاسيلو نودكم ولا نشهيكم. ريحتها ما شاء الله ما شاء الله محليها. ذقتها انا بعد شقل فترة بنا على الاخر، لان بحكم هي عملتها بالفستق كلها على بقلاوة تركية. حبيت نزينها من الفوق هكايا بالفستق. بالنسبة للتونسية متاعنا، خلطت اللوز وخلطت البفريوة وزدتهم شوية فستق قعدلي، خلطهم مليح. ونفس الطريقة اللي خدمت بها الطبق الاولاني خدمت بها الطبق الثاني جيست اكبر شوية. وما حطيتش كما قلت لكم وما حطيتش السكر المحور، استغنيت عليه. بالنسبة للفور حطيتها على درجة 180، حطيتها 4 درج. 4 درج وطفيت عليها وخليتها في الفور كملت الدرجة ذيك والفور طافي راهو. يعني 4 درج. الدرج الاخراني طفيت وخليتها يعني والفور سخون خليت البقلاوة في وسطه. بيان سور نتوما والفور نتاعكم. أكلنا حليتها مليح بصراحة. قد ما يبدا البلاتو كبير قد ما تاخذ راحتك وتتفنن أكثر. حتى في العجينة ما تمشيلكش في الخسارة. يعني تحس العجينة الكلها الورقة البات يعني مشيت كلها في البلاتو، يعني ما استغنيتش على البقية متاعها. شو كما تشوفوا نفس الطريقة كبدلت أنا الزبدة ونفس المراحل اللي مشيت بها في البلاتو الاولاني جيست ماخذه راحتي اكثر بحكم البلاتو كبير.
وصلت لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. نتقابلوا في فيديو ثاني بقدرة ربي إن شاء الله. ولنا حبيت نوريكم الفرق في الألوان. راهو حكاية الزبدة، ما زوز طايبين والزوز بنين، جاتني ما شاء الله. نتقابلوا في فيديو ثاني بقدرة ربي، في الأمان.